بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في القناه، فيديو جديد ان شاء الله. غادي نشارك معكم ان شاء الله مادلين كويغطات او كاب كيك. نخليكم مع طريقه التحضير ان شاء الله. هنا في واحد الباسينه واناء ايضا نحتاج 4 ديال البيضات، واحد شويه نتاع الملحه، 2 ساشيات نتاع الفاني، وعندي 2 كيسان مع عامرين تاع سنيده تقريبا كاس ونص. وانتم الا بغيتو الحلاوه غادي ديروا 2 كيسان عامرين. غادي نضربوهم مزيان، هو بالضراب الكهربائي ولا بالضراب اليدوي. غادي نزيدو عليهم 2 كيسان تاع الزيت، وما تزيدوهمش مرة، يعني بشويه بحال هكا، ما عامرينش، يعني الكيسان تاع الزيت ما عامرينش يعني بزاف. وغادي نزيد عليهم 2 كيسان تاع الحليب، يعني الكاس الاول عامر بالحليب، والكاس الثاني غادي نزيد معاه ياغورت تاع الفاني، واللي بقى نعمرو بالحليب. ولا كان بغيتو تزيدوا غير الحليب زيدوا غير الحليب، الا كان عندكم الحليب بغيتو تزيدوا الحليب زيدوا الحليب، ولا بغيتو تزيدوا كاس الثاني ماء زيدوا الماء. والفرينه راه عندي هنايا 5 تاع الكيسان تاع العنبه. في البدايه غادي نديرو 4 تاع الكيسان عامرين تاع العنبه تاع الفرينه، والكاس الخامس تنشوفوا شحال غادي يخصنا تاع الفرينه عاد نزيدو. هنا راني زدت نص كاس نتاع الفرينه. غادي نزيد معاهم 2 ساشيات نتاع الخميره نتاع الحلوه، وزن 8 غرام، يعني المجموع 16 غرام. والعجينه جا شويه ثقيله على الكيك العادي، غير واحد شويه، ماشي خفيفه ماشي ثقيله، نتقلوها شويه على الكيك العادي. صافي انا غادي ندير واحد شويه بالكاكاو، وشويه غادي نخليه منسم بالحامض. غادي نقسمهم على زوج، العجينه ديالي غادي نقسمها على زوج. غادي نزيد واحد القشره تاع الحامضه، غادي نحركو مزيان هذاك القشره تاع الحامض مع الخليط بحال هكا تيدخل فيه مزيان. غادي نخطيوه بلاستيك غذائي ونديروه في الثلاجه، وننتقل باش نصاوبو هذاك الكيك اللي باقي، يعني تاع الكاكاو. غادي نخلطو مع الكاكاو. غادي نزيد معاها 2 ساشيات نتاع الكاكاو، حتى هما وزن 5 غرام 8 غرام. ولا الا ديروا معلقه ونص الا كان عندكم يعني تاع العبار. صفيوها في الصفايه يعني الكاكاو ديالكم، وانا عندي الكاكاو المر يعني اللي غادي نزيدو في الخليط. غادي نضربو مع الخليط مزيان حتى يتخلط مزيان، وغادي نغطيه بالبلاستيك ونديرو في الثلاجه حتى هو. يعني تقريبا راه ارتاح تقريبا 2 سوايع ولا 2 سوايع ونص، يعني ما كتصرالو حتى حاجه، يعني تخافوا منه يعني
كتخلطوه يعني تدسوه ضروري خصو يرتاح. العجين ديالنا بعد ما يرتاح خرجته من الثلاجة صافي غادي نصاوبو في الكويغطات. تقريبا غادي يجيكم في الكويغطة وحدة 2 معالق ولا 2 معالق وربع، يعني غادي تخليو غير واحد الثلث نتاع الكويغطات خاويين باش يجيكم الكيك ديالكم طالع. والمادلين اللي غادي نديرو بالكاكاو غادي نديرو في هاد الكويغطات هادو وهاد المولات نتاع السيليكون، هما كيجي فيهم رائع. اللي ما كانش عندكم يعني 2 مولات نتاع كاب كيك اللي كان معروفين يعني بالكاب كيك، عندي هاد المولات هادو نتاع السيليكون يعني حتى هما كيجيو فيهم المادلين، خاصة يعني المادلين هكا تاع الكويغطات. غادي نزينو هكا من الفوق بحبيبات الشوكولات. هاد الاثناء يعني الفران راه سخون يعني بحال غادي طيبوا فيه الخبز، غادي ديروا المادلين ديالكم يعني وتنقصوا البوطه. المادلين ديالنا بعد ما طاب راه كيجي على هاد الشكل هذا، واللي كان عندكم الفران ديال الدور غادي يجي احسن. يمكن نزينوا له الوجه ديالو بحال هكا بالشوكولات فيغميسيل الوان ولا تخلوه هكاك يعني كما بغيتو كما عجبكم يعني. كيجيو مفشين من الداخل، كيجيو رطبين ويجيو رائعين. نتمنى تجربوهم ان شاء الله. وكنشكركم خوتي خواتاتي على الدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم، شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.